هنا القاهرة. حذر فزر طبخين ايه؟ تحب اعمل لك عدس بالليه؟ طب كبش، طب بمبار، يبقى لحمة راس. في مشنكح؟ لا عايزين كباب وخضار سوتيه. كل أكلة وليها أصل وحكاية. لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك، عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك. هات لنا انت بس ذكر بط نحطه في نص السفرة. والكل أكلة كمان تركاية. اللي بيحط بالطين على الوش مش بيضة واحدة. والأصل مصري عنده السر في الخلطة. مستعد أعمل لك طبق فول مدمس أطعم وألذ من ديك رومي. أصل الأكلة مع خبيرة التغذية الدكتورة منال عز الدين. دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. والشيف مريم زرن. ما تنساش الصلاة طاق. أمان. رمضان كريم. من كام يوم كده أول الشهر الفضيل كان كلامنا عن الفول، الراعي الرسمي للسحور. الطبلية المصرية عرفت الفول بأنواع كتير، ومن الفول عملنا البصارة، أكلة عظيمة، اختراع مصري فرعوني أصيل، عبارة عن فول مدشوش مع شوية خضرة وبهارات وتقلية على وش الطبق. طبعا البصارة طبق بروتين نباتي قيمته الغذائية عالية جدا. المصري القديم لما عمل البصارة ما كانتش من باب التنويع وبس، لأن كان في بعض المصريين القدماء ما كانوش برضو حابين فكرة أكل اللحوم، فعشان كده المصري نوع في أنواع الفول على المائدة المصرية. الفول يا عندي سعادتك الفول أبو زيت والفول أبو سمن والفول أبو قوطة والفول أبو سلومة الفول الناس. وخلينا نروح للشيف مريم بسرعة عشان تقول لنا وصفة شهية واقتصادية وصحية لطبق البصارة المصرية. أهلا دكتورة منال، ازي حضرتك؟ أهلا يا مريم. النهاردة هنعمل وصفة البصارة، هي وصفة سهلة وسريعة. هنجيب نص كيلو فول مدشوش، والخضرة بتاعتنا شبت وكزبرة وبقدونس ونعناع أخضر وفلفل حراق، بصلة كبيرة وتوم فصوص. الفلفل الحراق طبعا حسب الرغبة طبعا. في ناس بتحبها حراقة وناس ما تحبهاش. انت بتحط الشطة في الشاي لجوزك؟ ايوه. يا خبر ليه؟ علشان اولع قلبه بحبي، اصل الشطة بتشعل النار الحب. يا واعية. اول حاجة هنحط الفول على الشبت والكزبرة والبقدونس والنعناع الاخضر وبصلة كبيرة متقطعة بس 2، والثوم نصين تمام. والثوم يكون زي ما هو صحيح. هنحطهم كلهم على النار يستووا مع بعض، تقريبا بتقعد 40 دقيقة عشان الفول يكون استوى كويس ونعرف نضربه حلو. طب بنضيف مية؟ بنضيف مية بس مش كتير، يعني اللي هي لان الخضرة كلها هتنزل مية. تمام. فبنضيفش مية كتير عشان ما تبقاش خفيفة معانا. تمام. وبعدين هنحطها على النار ونعمل البصلة اللي بتتحط على الوش اللي هي بتاعت البصارة المحمرة بقى. هنعملها بقى بطريقة ما تبقاش شاربة زيت وتبقى حلوة قوي. هنقطعها مربعات صغيرة، قبل ما نحطها في الزيت هنحطها في نشا ودقيق، هتاخد تحميرة، هتبقى طعمها ذهبي وكرانشي وحلوة قوي. حلوة قوي. وبعدين هنحط البصارة بعد ما تبرد، هتكون استوت، هنحطها في الخلاط نضربها كويس جدا جدا جدا، ونحط عليها ملح وفلفل وكمون، وبعدين نزوقها بقى بالبصلة اللي احنا عملناها. دي وصفة سهلة ودي وصفة هايلة ودي وصفة سهلة ودي وصفة هايلة. البصارة من الأكلات اللي قيمتها الغذائية مرتفعة. هي أولا تصلح وجبة على مائدة الإفطار أو على مائدة السحور، أو ممكن طبق جانبي جنب الوجبات الرئيسية على مائدة الفطار أو السحور زي البابا غنوج وسلطة الطحين. قيمتها الغذائية بترجع إنها كلها عبارة عن مصدر للبروتين النباتي اللي متمثل طبعا في الفول. طبعا البروتين أهميته في بناء أنسجة الجسم المختلفة، ده غير كمان إنها بتقوي المناعة ومفيدة لصحة القلب والشرايين. ولعشاق الدايت هي منخفضة السعرات الحرارية، ونصيحتنا دايما لمستمعينا ناكل وما نكترش، وفي صحتنا ما نفرطش. مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. أصل الأكلة دكتور نظيرة. كلمة. إخراج رانيا مجدي. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا ويتفرجوا بس.